النهاردة أنا جاية أعمل لكم فانوس رمضان وورق الشيبسي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة كنت مجمعة مجموعة أكياس الشيبسي، كذا كيس كده من اللي العيال بياكلوهم. باخد منهم الكيس، أول ما الطفل يخلص الكيس بتاعه أخده منه وأخبيه على طول. بس شوفوا بقى هنعمل ايه. بسم الله. أول حاجة هنقصه كده من على الجنب، بس ايه، يا ريت يكون بالتساوي علشان بس ما يطلعش في حتة كبيرة وحتة صغيرة. وهنقص طبعا الناحية دي خالص، عايزين نفتحه. ومن فوق كمان عايزين نسويه قدر الإمكان، يعني إن أمكن، زي ما انتوا شايفين كده. نفتح الكيس، نحاول ايه نفرده عشان بس ايه نعرف نظبطه ونعرف نعمله كويس. هنجيبه بقى ايه من على الجنب كده عادي، هنعمله زي الفراشة، اللي هو هتبقى ناحية يمين مرة وناحية شمال مرة، زي ما انتوا شايفين كده، ناحية يمين وناحية شمال. سهلة، طريقته سهلة، سهلة جدا. هنعمله بقى وهنعمل كذا حجم منه، وهقول لكم هنعمل الأحجام دي ازاي. هتبقى ناحية يمين وناحية شمال. اما بقى إن بنحب ان نعمل الحجم، نصغر الحجم شوية، هنقص الكيس من النص، من النص بالظبط، ونعمل نفس الفكرة دي بالظبط، ولكن هيبقى الكيس معانا على يعني على ايه، على جزئين بالظبط كده، ناحية يمين وناحية شمال، زي المروحة كده اللي كنا بنعملها زمان واحنا بنلعب. نحاول نسويها. ايوه. من هنا بقى ممكن هندبسها، ممكن ندبسها وممكن نلفها بالخيط لو ما عندناش دباسة، وممكن كمان نلزقها من الناحيتين دول. هندبس هنا وندبس الناحية دي والناحية دي، او ممكن نسيبهم على فكرة. انا سبتهم، بس الافضل ان احنا يعني ندبسهم او حتى نلزقهم عشان يدي شكل الوردة، يبقى شكلها معانا حلو. هنعمل كيس تاني اهو، هنقص ناحية واحدة بس مش الناحيتين، ناحية واحدة على قد ما نقدر بالتساوي. نقص من تحت، نحاول نساوي، وهنقص كمان من فوق نحاول نظبطه عشان كمان يبقى شكله حلو، ما يبقاش في حتة مقطوعة وحتة طالعة وحتة نازلة. مش بيبقى ظريف بقى لما بنيجي نعمل الشكل النهائي. ايوه كده بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. نفتح الكيس، نحاول نفرده. حتة هنا ما تسويتش، ايوه بس كده. نفرد الكيس كده، ايوه. نمسحه بقى طبعا، نمسح الزيت مطرح الشيبسي من جوه، نمسحه بمنديل يعني. بعد ما سويناه وظبطناه، هنجيبه من على الجنب، من على الجنب عشان انا جربت اعمله من فوق المروحة بس لقيته شكله مش ظريف يعني، فمن الجنب بيكون افضل، لان انا جربت الشكلين ولقيت الشكل التاني مش حلو قوي. ايوه، ناحية يمين وناحية شمال زي المروحة، وبعدين هنربطها من النص. سهل جدا وحلو كمان عشان الأسعار المرتفعة. أنا نزلت أتفرج على الأسعار، لقيت أسعار خزعبلية يعني، معرفتش أشتري أي حاجة خالص للأسف. اضطريت بقى إن أنا أجمع الحاجات دي وأشوف أتصرف كده يعني، ما هنعمل إيه. وممكن كمان في أشكال تانية بتتعمل بالكتب، وفي أشكال بتتعمل بالشنط، بس أنا عشان كان عندي الأكياس دي كنت مجمعاها، ففضلت يعني إن أنا إيه أعمل بيها وشكل جديد وطريقة سهلة يعني. في كمان زينة بتتعمل بكاس الشيبسي، بس بتبقى مفرودة، مش بتبقى ما بتتعملش على شكل فانوس، بتتعمل شكل تاني، تبقى مفرودة كده زي زينة أعياد الميلاد. بس أنا شفت إن دي هتبقى ألطف يعني. أهو زي ما احنا شايفين كده سويناها.
ممكن نتنيهم على بعض كمان عشان نسويهم قوي يعني، عشان نعرف احنا هنربط منين بالظبط. نربط بقى من هنا، او ندبس، او نحاول نلزق. المرة دي انا ما دبستوش، انا جبت الفتلة، فتلة عادية، حتى ممكن نعملها ميجوس كمان عشان يعني ما تتقطعش بسهولة. فتلة عادية اهي، وايه، وهربطها دلوقتي برضك عشان تبقى الافكار كلها موجودة. وتمام بعد ما ربطتها، يا اما بربطها ربطة كبيرة كده من غير بربطها من غير ما اعقدها، يا اما ربطة صغيرة وبتتعاد. وهنا بقى يا اما بنلزق الناحيتين على بعض، يا اما بنلزقهم، يا اما بندبسهم، او ان احنا يعني نسيبهم. بس انا بصراحة ما عملتهمش يعني، سبتهم. بس حاولت بقى ان انا ايه، احاول افردهم كده جنب بعض عشان برضك ايه يعني، يبقى شكلهم حلو. لان انا كنت لسه اول مره اجرب دي، فما ما ظبطتش معايا قوي، ففضلت اسيبها وخلاص يعني، مش هتفرق، مش هتبان قوي. بس المهم ان انت بتحط ناحيتين على بعض، عشان لو في زياده ولا حاجه، واحده اطول من واحده ولا بتاع، بنحاول بقى نظبطها ونقص الزيادات لو في زياده ولا حاجه، عشان تبقى الفانوس شكله متناسق وشكله حلو يعني. اهو هربط من هنا وهساوي من الطروف. وهنا بقى انا عملت كذا شكل. عملت شكل كبير، خدت الكيس كله، كيس الشيبسي، وعملت حجم أصغر، قسمت الكيس على نصين، بنفس الطريقة بنفس كل حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. شكلهم حلو قوي يعني. ممكن أصلا نعلقهم كل واحد، نعلق كل واحدة مستقلة بذاتها يعني، تتعلق كل واحدة على الحيطة. طيب وهنا أنا عملت إيه بقى؟ بتركبه إزاي؟ بتبقى الأكبر فالأصغر فالأصغر، وبعدين نرجع العكس، نحط الكبير فوق والأصغر والأصغر. وده كان الشكل النهائي. بس المشكلة ان انا ما كانش عندي اكياس شيبسي كتيرة. لو كانت عندي كان الفلوس ده كان هيبقى كبير، وكان هيبقى شكله الطف من كده كمان. انا بس قلت اديكوا الفكرة. وطبعا بتحتاج اكياس، بتبقى احلى بقى لما يكون الاكياس كتيرة. وهنا علقتها. شكلها جميل على فكرة، شكلها حلو اوي، عاملة زي الزينة بتاعت زمان كده. وزينة رمضان بقى طبعا علقتها، كانت عندي وقمت معلقاها، لان الاسعار لا تاخذ عبالي. قلت لا، انا اطلع بقى ايه، اطلع اللي في الجراب بقى. شكلها حلو والله، عملت جو برضه. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا يا رب يا رب.